بعد ما قعدت في الصين 30 يوم وعملت 6 فلوجات، ناس كتير قوي بتبعت تسالني مينا ازاي نقدم على تاشيره الصين وناخدها. ففي الفيديو دوت انا هقول لك كل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها علشان تقدم على تاشيره الصين سواء سياحه او بيزنس، وتقدر تاخدها بنفسك من غير ما تحتاج اي شركه سياحه. Welcome to China. Hello. Hello, welcome to China. مبدئيا كده انت مش بتروح السفاره، انت بتروح مكتب اسمه شاينيز فيزا ابلكيشن سنتر، بتحضر ورقك، بتروح في اقل من اسبوع بتكون عرفت انت اخدت التاشيره ولا ما اخدتهاش. دلوقتي انت عندك 2 مكتب للشاينيز فيزا ابلكيشن سنتر، مكتب في اسكندريه ومكتب في القاهره. عايز اقول لك انا اخدت التاشيره 3 مرات. اول مره اخدتها من مصر عادي جدا ورحت الصين وقعدت 30 يوم، دي صوره اول تاشيره اخدتها من مصر. تاني مره اخدتها من الفلبين، مع العلم انا مش معايا اقامه في الفلبين، بس رحت قدمت، عملت اللي عليا، عملت كافل ليتر، قدمتها في المكتب، في خلال اقل من اسبوع كنت اخدت التاشيره. وده درس يعلمك ان انت لازم تجرب بنفسك، ما تسمعش كلام حد. لو حد قال لك ان الشيء ده مش ممكن، جرب وشوف بنفسك هو فعلا ينفع ولا ما ينفعش. الناس كلها قالت لي ما ينفعش ان انت تقدم من دوله معكش فيها اقامه، رحت قدمت اخدتها بكل سهوله عادي جدا. ثالث مره اخدت فيها تاشيره الصين، كنت مسافر ما بين دوله لدوله ثانيه وكان عندي ترانزيت اكتر من 14 ساعه في الصين. رحت لضابط الجوازات قلت له انا محتاج اخد تاشيره عشان ادخل البلد، بدل ما انا قاعد في المطار اعطاني تاشيره لمده 24 ساعه خدتها عند الوصول. دلوقتي انا هقول لك كل الورق اللي انت محتاج تقدمه عشان تاخد التاشيره. اول حاجه الباسبور بتاعك طبعا زائد صور شخصيه. ثاني حاجه الابلكيشن فورم، ودوت بتنزله من موقع شاينيز فيزا ابلكيشن سنتر. لو كملت معايا لحد اخر الفيديو هقول لك بالتفصيل ازاي تملاه بنفسك. ثالث حاجه حجز طيران مبدئي، ممكن تعمله من موقع مصر للطيران او من موقع فلاي ان من غير ما تدفع جنيه واحد، تقدر تعمله بنفسك بكل سهوله. وعلى اليوتيوب هتلاقي كذا فيديو بيشرح ازاي تعمله بنفسك. رابع حاجه هو حجز فندق، وبرده تقدر تعمل حجز غير مؤكد غير مدفوع، تقدر تعمله من موقع بوكينج بكل سهوله من غير ما تدفع جنيه واحد خالص. خامس حاجه حساب بنكي. هتسالني دلوقتي طب حساب بنكي المفروض يكون فيه كام؟ هقول لك ما اعرفش، بس اللي هقوله لك بالمنطق كده لازم يكون معاك مبلغ يكفيك طول فتره الرحله. يعني انت لو مقدم الصين لمده 10 ايام وعلى سبيل المثال بتصرف في اليوم الواحد $100، يكون معاك في ال 10 ايام $1000 او ما يعادلها بالمصري. ده بالمنطق. الشخص اللي بيراجع ورقك بيفكر ازاي. سادس حاجه ودي انا شايفها اهم حاجه، كافل ليتر بتشرح فيها انت مسافر الصين ليه، عايز تعمل ايه بالظبط، ويكون فيها جدول خطه للرحله. كل يوم انت هتعمل الشيء الفلاني. اول يوم هتوصل هتروح الصين، هتروح الاوتيل، هتجرب الاكل الصيني. تاني يوم هتعمل الشيء الفلاني، تالت يوم هتعمل الشيء الفلاني، وهكذا. لسته كل يوم انت بتعمل حاجه معينه. وبرضه انا عايز اقول لك ان هو اللي بيدي لك التاشيره هو مش فارق معاه انت هتعمل ايه، ومش لازم تلتزم بالجدول طبعا. انت بس اهم حاجه انت بتحاول تثبت له ان انت مخطط وان انت فاهمان وان انت عارف انت هتعمل ايه، مش بس بتقدم وخلاص وعشوائي ومش فاهم اي حاجه في اي حاجه. تاشيره السياحه انا خدتها لمده 30 يوم سنجل انتري، دخول مره واحده بس. تاشيره البيزنس انت بتاخدها مالتيبل انتري، تقدر تدخل وتخرج. تمام. اول حاجه بنعملها اللي احنا بنفتح جوجل وبنكتب شاينيز فيزا ابلكيشن سنتر، بنفتح الموقع. هنا بيقول لك انت عايز تقدم على انهي سنتر، اللي هو في اسكندريه ولا اللي هو في القاهره. انا هختار اللي انا اقدم من اللي هو في اسكندريه. ابلكيشن فورم، عايزين السنتر اللي هو في اسكندريه، اي اجري. هنفل الفورم، هيقول لك حط لي صوره، ابلود، هنظبط مقاسها. تمام. الفاميلي نيم، اسم العيله او اللي هو اخر اسم موجود عندك في الباسبور. الفيرست نيم، تاريخ الميلاد، سنه، شهر، يوم. جندر، بليس اوف بيرث، اتولدت فين. الحاله الاجتماعيه، جنسيه لو معاك جنسيه غير الجنسيه المصريه. هنا دخلت رقم البطاقه بتاعي. هنا بيقول لك عندك جنسيه تانية؟ لا. هل عندك ريزيدنس في اي بلد غير بلدك؟ لا. عندك اي جنسيه مختلفه؟ لا. نوع الباسبور بتاعك باسبور عادي في الغالب. رقم الباسبور. الوظيفه بتاعتك، هختار سيلف امبلويد. الدخل السنوي بتاعك، شوف الرقم وحطه، اعمل له ترجمه او حوله للدولار. هنا بيقول لك خبرتك اخر 5 سنين. انا هختار not applicable علشان الوقت، بس انت طبعا تحط كل البيانات. اتخرجت من كليه ايه، هنا انت ساكن فين دلوقتي، محل الاقامه بتاعك الحالي، عنوانك، رقم تليفونك. طبعا انا بحاول انجز عشان اختصر الوقت، بس وانت بتقدم حاول تملى كل معلومه بدقه وما يكونش فيه اي غلطات، ويفضل تملى كل المعلومات كلها بلا استثناء. اسم الوالد، اسم الام. هنا بيقول لك لو عندك طفل هكتب له I don't have kids.
هنا بيقول لك عندك اي اقارب عايشين في الصين؟ لا. نيكست. هنا بيقول لك نوع الفيزا اللي انت مقدم عليها، هنختار سياحه. لو انت مسافر بزنس اختار بزنس. اندبندنت تورست، انت مسافر لوحدك مش مع جروب. هنا بيقول لك هتسافر الصين في خلال 3 شهور مثلا، عايز سنجل انتري ولا مالتيبل انتري؟ انا هختار مالتيبل، بس هم للاسف في مصر مش هيدوك غير سنجل لمده 30 يوم، فحتى لو عملت مالتيبل هيديك سنجل في حاله السياحه، لكن لو بزنس لا هو بيديك مالتيبل انتري. ستي فور 15 دايز او ممكن 20 دايز 20 يوم. هنا بيقول لك الايتينري بتاعك او خطه الرحله، نقول مثلا هنروح يوم 1 ديسمبر، رقم الطيران، فده يدل ان انت لازم تكون حاجز تذكره الطياره الاول، وممكن تعملها عادي من على موقع مصر للطيران او ممكن من على موقع فلاي ان عادي جدا، ومش لازم تكون مدفوعه. هتوصل فين؟ هنكتب مثلا بيجن، هنختار اول واحده، ونكتب برضو شنغهاي. عنوان الاوتيل اللي انت هتقعد فيه ممكن تجيب عادي اي عنوان من trip.com. تمام، انا خدت المكان دوت. هتوصل امتى؟ احنا قلنا هنوصل يوم 1/12. هنمشي امتى؟ قلنا هنقعد 20 يوم، فيبقى 20/12. هنا بيقول لك ان في حد باعت لك دعوه، هنكتب not applicable، محدش باعت لي دعوه. رقم التليفون لو في حاله طوارئ. تمام. هنا بيقول لك مين هيدفع للرحله ديت؟ انا هدفع بنفسي. في حد معاك؟ لا محدش معايا. هنا بيقول لك have you ever been to China؟ عمرك رحت الصين؟ هل انت معاك شاينيز فيزا؟ هكتب لا علشان ما عنديش طاقه اللي انا املاها دلوقتي. هل انت معاك اي فيزا صالحه لاي دوله؟ انا معايا بس هقول لا. ايه الدول اللي انت سافرتها اخر 12 شهر؟ لو سافرت اكتب، انا مش هكتب حاجه علشان اختصارا للوقت برضو. نيكست. هنا بقى المعلومات دي كلها بنسبه كبيره كلها لا. اول حاجه بيقول لك انت عمرك الفيزا بتاعتك اترفضت؟ لا. اتكنسلت؟ لا. عمرك انت اوفر ستيد او ممكن انت قعدت فتره بطريقه غير قانونيه في الصين؟ لا. عليك اي كريمنال ريكورد؟ لا. عندك اي مشاكل صحيه؟ لا. كل دول لا. لا. هنا بيقول لك خدمت في الجيش؟ ممكن تقول عادي لو خدمت. في الغالب كل الحاجات دي لا. عايز الخدمه تبقى في اي بي ولا عادي؟ انا ما اعرفش ايه الفرق، بس ندوس في اي بي وخلاص نشوف الدنيا هتمشي ازاي. ده الابلكيشن بتاعك، راجع كل البيانات، لو اي في حاجه مش صح ارجع ستيب لورا وعدلها، وبعد كده يس سبميت، وبعد كده بتعمل داونلود للابلكيشن فورم. بعد لما تخلص بينزل لك بي دي اف بالمنظر دوت، بتنزله اخيرا عايز اقول لك ان الصين بلد جميله جدا. انا عامل لحد دلوقتي في 6 فلوجات نزلوا على القناه مترتبين في بلاي ليست، من اول ما وصلت الصين لحد ما مشيت من الصين، مترتب كل حاجه، هتشوف كل الغلطات اللي عملتها بحيث ان انت تحاول تتجنبها. الصين بلد مش سهله، اغلب الصينيين مش بيتكلموا انجلش، التواصل في الصين مش سهل، في مشاكل كتير ممكن تقابلك في الصين لو انت مش محضر كويس، فادخل على الفيديوهات دي هتفيدك جدا. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان في الفيديو الجاي هقول لك شويه نصايح هتفيدك جدا قبل ما تسافر الصين. لو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتس وانا معاك مش هتاخر. وبرده على جروب ترافلر اكسبيرينس ادخل عليه واعمل سيرش على الاسم بتاعي، هتلاقي اللي انا كاتب بوست فيه معلومات مهمه جدا هتفيدك 100% وانت مسافر الصين، وهتوفر عليك فلوس وهتوفر عليك وقت وهتوفر عليك معاناه. الصين بلد مش سهله، لازم تحضير.